السلام عليكم متابعي الاوفياء ديال القناه. كيف كتشوفوا هذا موسم ديال المندرين، وقلت علاش لا ما نحضرش معكم هاد الكيكه اللي كتجي غزاله وهماويه، لا في المذاق لا في المنظر، وكتحمر الوجه مع الضياف. على بركه الله نقدم لكم المقادير اللي كنحتاجو. في اول حاجه اللي هي غادي نخدموا الكيك اللي كنحتاجو فيه 4 البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، وكاس ديال المندرين معصوره، وكذلك كنحتاجو زلافه ديال الطحين كيف كتشوفوا ديال الحلويات الممتازه، 2 خمارات وفاني. هنا انا درت الفاني السائله، نتوما ديروا اللي متوفر عندكم. على بركه الله غادي نوريكم الطريقه ديال التقديم ديالها. كنديروا في الاناء ديالنا 4 البيضات، وكنضيف عليها كاس ديال السكر البنات، وكذلك غادي نقسمها بفاني، شويه الفاني، حيت انا البنات ما كتعجبنيش هذيك الريحه ديال الزفوره ديال البيض، ما كنحملهاش في الكيك بصفه عامه اولا في الحلوى، تبقى لي الريحه ديال الزفوره. صافي انا غنطرب جيدا حتى تيولي لي الخليط مائل البياض. طلع لي داك البيض ويضاعف الحجم ديالو. دابا نبقى نطرب مزيان البيض ديالنا حتى غادي يطرب ليا مزيان، عاد نضيف ليه المكونات الاخرين. هنايا كيف كتشوفوا البيض ديالنا ها هو طرب لينا كيف كتشوفوا، ولا ابيض مائل البياض. هنا ضفت كاس ديال الزيت وغادي نطرب مع داك الزيت مع الخليط جيدا. هنا باش يعطيكم السر ديال الكيكه منفوخه البنات، هي انكم طربوا البيض مزيان وتضيف ليهم الزيت كذلك وتطرب مزيان، وانت عاد تضيف ليها الليمون، كاس ديال المندرين مزيان حتى هو، وتطربوا مزيان كل حاجه ضفتيها طرب مزيان مع المكونات ديالها تنسجم ليا، عاد نضيف المكون الاخر. صافي هنايا بعد ما طلعت الخليط ديالنا كيف كتشوفوا، هنايا غادي نضيف هذيك الزلافه ديال الطحين، ولكن هنا البنات بالنسبه للزلافه ديال الطحين غادي نضيفها تدريجيا بشويه بشويه، ولا بد البنات ان نختاروا النوعيه مزيانه ديال الطحين ديالنا باش كتطلع لينا الكيك ديالنا. و ميم طون كنغربل في اللحظه ديال انني كنخلط الخليط. علاش؟ باش ما كتبقاش ليا الطحين مكور لينا محبب لينا في الخليط وكيعذبنا في التخلاط. هنايا غادي نحرك المكونات مع بعضياتهم كيف كتشوفوا، وكنحاول البنات انني ما ننزلش هذاك البيض. البيض ما ينزلش ليا، يبقى مطرب طالع. صافي غادي نخلط المكونات الاولى، الدفعه الاولى ديال الطحين، وعاد غادي نضيف الدفعه الثانيه ديال الطحين مع دوك 2 الخمارات. وفي هاد الاثناء البنات انا غادي ندير الفران ديالي اللي غنديرو بارد، غادي نحط فيه الكيك هو بارد. هنا البنات باش يصدق لكم الكيك ويجي طالع، السر كيكون في الفران، ما تحلوش عليها نهائيا. ولا كان الفران ديال الضو ديروا 180 درجه وشعلوا غير من التحت. صافي وخلي طيب على مهلها، طيب غير بشويه تتنفخ لينا كامله وكتفك علينا. هذيك الساعه كنطفيو عليها، كطيب غير من التحت، ما كنشعلوش نهائيا الفوق، وهكا كيكون ان الكيك ديالنا واجد وكيكون ناجح 100%. هنا كيف كتشوفوا البنات الخليط بدا كيعقد ليا. هنا القوام ديالو خاصو يكون ثقيل شويه، وماشي خفيف وماشي ثقيل بزاف عاوتاني، كيف حالة القوام اللي كنوريكم دابا. صافي هنايا كيف كتشوفوا بعد ما خلطتها غادي نضيف ليها واحد السر اللي كيخلي الكيك ديالنا طالع وكيعطيه واحد اللون مائل البياض، اللي هو معلقه ديال الخل. هنا غندير معلقه كبيره البنات ديال الخل، هانتي غادي ندير 2 صغار، وغادي نخلط هذاك الخل مع الخليط ديالنا هنا باش كيخلي ان القوام ديالنا ديال الكيك يطلع لينا وما تجيناش الكيكه ديالنا اللي هابطه، ما تفصل لينا في الفران. وبتاتا البنات ما تحلوش عليها حتى تدوز هذيك 30 دقيقه
اولا 35 دقيقه على حسب الفران ديال اي واحد. انا احتاجت ليا 35 في الطياب ديالها على درجه ديال الحراره 180. غير شعلت عليها غير من التحت، دخلتها والفران بارد البنات. هنايا واحد السر عاوتاني باش كيعطينا التفكيعه. كنديروا الموسكي بحال هكا باش كتفكع لينا في الفران وتجينا الكيكه طالعه. صافي هنايا بعد ما طابت لي الكيكه كيف كتشوفوا كيفاش كتجي رائعه البنات، رطبه وكتجي مفشفشه وكتجي كي الشهده. هانتوما انا غادي نحلها وهي مازال سخونه، كنحاول معاها باش غير نقلبها طيح نيشان. صافي هنايا غادي نجيب هاد الحديده ديالي كيف كتشوفوا وغادي نقلبها فيها وهي مازال سخونه البنات. هنايا بسهوله غادي نضرب عليها غير واحد شويه وغادي تهبط بسهوله، مع سخونه ما كنبقاش نهزها. صافي هذه هي الكيكه، شفتوا الدخان ديالها؟ هذه هي الكيك ديالنا البنات، كتجي رطبه وهشيشه، كتجي بلا ما تسقيها، كتجي مسقيه من عند. صافي هنايا كيف كتشوفوا هنايا غادي نمشيو نحطوها جنب وغنمشيو نوجدوا السيرو اللي غادي نديرو من الفوق. الطبقه الثانيه هنا درت 3 الكيسان ديال الليمون مملوئين ديال المندارين مع 2 ديال المايزينا مع الكبار المملوئين ديال المايزينا، وكذلك غادي نضيف 2 علب ديال فلون هادو اللي كتشوفوا ديال درهم. صافي وغادي نخلط المكونات وغنضيف السكر البنات. هنا السكر البنات ضيفوا على حسب الذوق ديالكم، كل واحد وكيفاش كيبغي السكر. كاين اللي كيبغي الحلاوه ولا على حسب الليمون المندارين ولا كان مسوس او لا. انا ضفت 3 المعالق، كيبقى السكر على حسب الاختيار لان المندارين تبارك الله حلو فما كثرتش بزاف السكر. هنا غنحطو فوق النار كيف كتشوفوا، غنبقى نحرك تيعقد لينا الخليط ديالنا كيف كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. صافي هنايا كيف كتشوفوا بعد ما غادي نخليه حتى يعقد لينا كيف كتشوفوا بهكا وهو مازال سخون البنات. غادي نجيب المول ديالي اللي ديجا انا دهنوه بالزبده بالزيت اي حاجه متوفره. صافي وغادي نخوي هنايا كيف كتشوفوا الخليط وغادي نوضع من فوقها. كنحاول نهبط كاع داكشي اللي في الكاسرونه ديالي وغادي نوضع من فوقها هذيك الكيكه اللي حضرت معكم في الاول ديال لا فيديو. صافي هنايا كيف كتشوفوا غادي نجيب الكيك ديالنا وغادي نوضعوه هنايا كيف كتشوفوا وغادي نحاول انني نضغط عليه مزيان البنات. ولا قدرتوا انكم تقلوه بشي حاجه تقلوها ضروري البنات باش يبقى شاد لينا الفورمه ديال المول ديالنا. صافي تقلوا عليها بشي حاجه اولا غير بيديكم بقاو مركين عليها مزيان حتى تحسوا بها بردات. صافي دابا هذا هو الكيك ديالنا بعد ما دخلنا الثلاجه برد لينا وقلبتها جات كي بحال هكا وزوقتها بشويه ديال المندارين من الفوق كيف كتشوفوا. كيكه اللي كتجي هماويه لا في المذاق لا في المنظر. كنتمنى اللي وصل الفيديو حتى لهنايا ما يخلي لي لايك كومونتير وبارطاجي لا فيديو مع الاصدقاء ديالو باش تعمل الفائده. دابا نوريكم كيفاش كتجي هاد الكيك من الداخل، كتجي هماويه وكتجي راقيه وكتجي كيكه يا سلام. وكيف كتشوفوا معايا كنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وهنا نوريكم نقطع لكم الطريف كيف كتشوفوا. عرفتوا البنات صدقوني كتجي واحد الكيكه ما شاء الله لا في المنظر لا في المذاق خطيره. هانتوما الكيكه كيفاش كتجي رطبه وكتجي مسقيه واعره. هانتوما كتجي كيكه اللي ذاقها غيولي مدمن عليها. والى اللقاء الى فيديو مقبل مع وصفه جديده ان شاء الله. وما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم ديال الوصفه ديال اليوم في الكومنتات.